في لحظات محدش بيتوقعها، موت الفجأة. الناس بيبقوا وسط الشغل، بيضحكوا وبيمثلوا وفجأة بينسحبوا من الدنيا من غير أي إنذار. النهاردة هنتكلم عن فنانين عرب سابوا الحياة وهم على المسرح أو قدام الكاميرا. قصص صادمة وأحداث حصلت قدام عين الناس، والكل افتكر في الأول إن ده تمثيل، لكن كانت الحقيقة إنها النهاية. خليكم معانا علشان نعرف حكايات أغرب من الخيال عن موت الفنانين أثناء التصوير. الفنان محمود ممدوح الصوالقة، الأردن، مات وهو بيصور مشهد وفاته في مسلسل إخوة الدم سنة 2014. كان بيجسد مشهد الموت، وبالفعل مات فعلا أثناء التصوير، وده كان صدمة كبيرة للفريق كله. وكمان في مصدر أجنبي اتكلم عن الفنان محمود الصوالقة، وقال إنه لما كان بيمثل في مسلسل إخوة بالدم قال كلمات مش مكتوبة في السيناريو أساسا، زي كلمة أنا حاسس إني هموت قريب، وبعدها فعلا مات. زي ما قلت لك كانت حالته مش طبيعية. فقبل ما نبدأ نصور بيهمس في أذني بيقول لي يا أخ حسن إحنا في مسلسلكم بموت، وفي المسلسل الإخوة الكويتيين بموت، وأنا خاف إني أموت. الفنان صلاح ذو الفقار، أثناء تصوير الفيلم الشهير الإرهابي سنة 1993 تعب فجأة ومات داخل موقع التصوير بسبب نوبة قلبية مفاجئة، وده كان قبل تصوير المشهد الأخير من الفيلم بلحظات. ولو لاحظنا في المشهد الأخير من فيلم الإرهابي ظهرت العيلة كلها إلا الفنان صلاح ذو الفقار. الفنان غريب محمود، سنة 2006 كان بيعمل بروفا لمسرحية حمام مغربي على مسرح فيصل ندى، وقع مرتين فجأة على المسرح، المرة التانية مات فيها رغم نقله للمستشفى. الفنان إبراهيم عبد الرازق توفى وهو بيأدي دوره الأخير على خشبة المسرح في مسرحية كعبلون مع الفنان سعيد صالح عام 1987، والعرض توقف ساعتها على طول. الفنان مصطفى متولي خلال أدائه لمسرحية بوديجارد مع الزعيم عادل إمام سنة 2000 حصل عنده أزمة قلبية مفاجئة على المسرح وتوفى على طول. الفنان الضيف أحمد كان بيعمل بروفا لمسرحية الراجل اللي جوز مراته، وكان دوره فيها إنه بيتلفظ بالكلمة وهو جوه تابوت. المؤسف إنه مات فعلا بعد البروفا دي بوقت قصير جدا. الفنان محمود المليجي، أثناء تصوير فيلم أيوب سنة 1983 كان بيصور مشهد موته، لكن كان بيحضر قبل المشهد وقال للفنان عمر الشريف الحياة دي غريبة جدا، الناس بتصحى وتنام وتصحى وتنام. وسكت الفنان محمود المليجي وما تكلمش تاني، وبعدها وقع فعليا وفارق الحياة. الكل افتكر ساعتها إنه كان بيمثل بجد، لكنه كان مات بالفعل. الفنان صلاح قابيل، أثناء تصويره لمسلسل ليالي الحلمية وبالتحديد شخصية المعلم سماحة، تعب ومات فجأة، واضطر المخرج ينهي الشخصية فجأة ويستبدله بعبد الله غيث. الفنان محمود مرسي توفى أثناء تصوير مسلسل وهج الصيف سنة 2004 وكان عمره وقتها حوالي 80 سنة. الفنان طارق عبد العزيز في نوفمبر 2023 مات أثناء تصوير مسلسل وبقينا اتنين بعد ما وقع فجأة إثر أزمة قلبية، والحدث ده موثق بشهادة الفنان شريف منير، قال إنه مات بينهم في موقع التصوير.